تعالوا نعمل مع بعض بطة بالبرتقال ونشوف الطعم وحركاتها وصلت لحد فين، لحد ما طلعت معانا بالنتيجة الجميلة والسوى الدايب ده والطريقة الحلوة دي. والله على ريحتها مالية البيت حاجة كده روعة 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 روعة. يلا نبتدي الفيديو بالصلاة على النبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم النبيين أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نعمل تتبيلة حلوة كده ونبتدي الفيديو ونقول توكلنا على الله. بص كده معانا ايه؟ بصل، توم، برتقان، ورق لوري، والبنجرايه دي شايفه، ودي الليمونه اللي هي بيبقى الليمونه الكبيره دي نص ليمونه. البنجرايه دي ليه؟ عشان عايزاه يعني ايه، تدي للعيال فيتامينات وكده في التتبيله كده. دي حطينا كده البنجر والبرتقان، ورق اللوري، البصل، والكرفس او الكرات، لو عندك كرات يكون احسن. ما تقلقيش خالص من نص البرتقانه دي، عادي، ما هتعزز الطعم وهتبقى جميله جدا. هنعمل ايه في الليمونه؟ نشقها نصين عشان كبيره عشان تمشي في الكبه. هنحط معلقه عسل ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه زبادي او لبن رايب، لو عندك لبن رايب جميل قوي اللبن رايب. هنحط بقى ايه هنا؟ ملح، اللهم صل على كامل النور، كزبره، فلفل اسود، كمون. ده بشر برتقان مجفف، يعني انا جففت قشر البرتقان وضربته ماشي. هيعزز لك الطعم جدا، انا مجرباه في معظم الاكلات حاجه رهيبه تبارك الله. هضرب دول بقى وارجع لك يا حبيبتي نشوف هنعمل ايه. الاول اوريكي انا اصلا عامله التتبيله دي ليه. عايزين نعمل بط بالبرتقال. انا مش عارفه انتي شايفه البتاع، بصي المحلول نقعتها في ملح وخل وايه، اللهم صل على كامل النور، ومعلقتين سكر. بصي بقت عامله ازاي، بصي شكل الميه تحتيها، بصي شكل الميه، انا مش شايفه انت شكل الميه، بصي مش عارفه اوصلك في الكاميرا ولا ايه. وقعدت انقيها بقى، كانت مسلله خالص، خليتها لك بيضه زي القشطه. شايفه انت عامله ازاي؟ تبارك الله. يلا كده ايه، لايك وشير وفعلي الجرس. هضرب بقى الخلطه الجميله ديت وتعالي نشوف الخطوات واحده واحده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي بقى يا حبيبتي، ضربنا التتبيله بقت بالشكل ده، شايفه؟ بصي ننزل لها بقى معلقه زيت زيتون، حبه كده يعني حسب ما انت عايزه. بعدين هنقلبه كده وتاخدي كده بقى، تجيبي بطتنا الحلوه دي كده وتتبليها كده. تعملي كده. انا بصراحه محبش التعامل بالمعالق والكلام ده كده، عشان تدخلي التتبيله جواها كده. بصي بقى، هي فيها ملحها وكل حاجه جاهزه دلوقتي على انك على طول هتدخليها. بصي بقى البنجرايه مخليه اللون حلو، ما تقلقيش ابدا من البرتقال.
بينكه الطعم، بيعززه، بيخليها حاجة كده بسم الله ما شاء الله. شايفة انت كده؟ بصي دي حشوة يعني انا قلت احطها فكرة، يعني انت مش حابة عادي، بس انا بحبها بقى بصل، برتقان، بقيت نص البرتقانة التاني، بطاطساية، دي الليمونة انا قلتلك اللي هي الكبيرة دي بقيتها برضو، جزر وفلفل. استخدم التتبيلة الحلوة دي كده، وتقلبي كده. شايفة؟ وتيجي كده اللهم صل على كامل النور، تفتحي قلب الدكر الحلو ده اهو بعد ما قلبنا، وتحشي كده. معلش انا احب البساطة، واحب اعمل حاجتي بايديا كده وايه، وان شاء الله يا رب تعجبك الفكرة. شايفة كده اهو، ما شاء الله تبارك الله، الحشوة جات مظبوطة. ماشي كده، لميه كده. وما لمتوش عادي، احنا اصلا هنسويه في كيس حراري. تمشي بعيد ليه كده؟ تعالى هتيجي رجلك الحلوة دي، وتيجي برضه على القنصة والكبدة دول وتعملي كده، والرقبة الحلوة دي. ماشي، ايوه كده خلاص تمام كده. نجيب كيس الحراري ونحط فيه بقى. بصي يا حبيبه قلبي، كيس الحراري جيبي دايما المقاس الكبير، ما تجيبيش اللي هو دايما ايه بتاع بطه بتاع كده، لا جيبي المقاس الكبير ياخد معاكي اي حاجه، بيت رومي ياخد معاكي اي حاجه، ورك رومي مثلا، بطتين كده يعني. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه باينه في الكاميرا ولا ايه، بس يلا نتوكل على الله. ونحط بقيه التتبيله كده. هتجيبي الليمونه الحلوه دي الاول، نلم حاجتها كده، الكبده والقنصه والكلام ده، وندخله معاها كده. عايزه كوبايه ميه معلش. هتعملي بقى الحاج الحلو المحترم ده، تلمي كده بالراحه. هتاخدي كل بقى ايه التتبيله دي كده، اركنيها فيها نص ساعه ساعه، هتطلع زي العسل برضو. لما كل التتبيله كده، واعمليها بقى ايه عليها كده. انا ولعت الفرن يسخن كده،
ولعت الفرن يسخن وبعدين ايه ايه بقى، ولعنا الفرن يسخن كده. انت ممكن تربطيه بنفسه كده بس تسيبيه يهوي شويه كده، او تعمليه بورقته كده. انت لو ما عندكيش كيس حراري هتجيبي صينيه ألمونيا وهتلفي عليها ايه هتقومي حاطه ورقه زبده، هتحطي فيها البط عادي وتحطي ورقه زبده وتحطي عليها ورق ألمونيوم وتغطي عليها. النتيجه برضه في الاخر هي يعني هي فكره بس مش اكتر. دي صينيه، معلش عفوا، حط كده سيبيه يهوي كده، وجيبي الطرف اللي طالع لفوق ده، الطرف ده كده بس قصيه حته صغيره كده، طلع منها البخار. شايفه حته صغنونه كده، الحته اللي احنا قصيناها دي، مش عارفه انت شايفه باينه لك في الكاميرا ولا ايه، ما تزغزغهوش كده يعني قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطي كوبايه ميه تحتيها كده، لو لقيت الميه تنشف ولا حاجه حطي شويه ميه تانيين. انا هدخلها الفرن وهوريها لك ان شاء الله لما تطلع. ادخلها الفرن واجيلك. بصوا يا حبايبي اهو، خلي بالك طلع اهو. عايزين نسمي الله ونحطه هنا. واو، ده في شوربه كتير ما شاء الله. بصوا ما حطيناش في الخلطه ميه ولا اي حاجه، وتبارك الله عامل صوص كتير. يبقى نفضي الصوص الاول هنا. بصي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ايه ده، حاجه روعه كل دي. بس تبارك الله نزل ميه كتير. ده الخرم اللي احنا خرمينه بالمقص. نفتح بقى عليه كده مع بعض بقى، نقول بسم الله. واو، وبصي بقى الخرم حمره وخلاه تبارك الله. بس انا عايزه اقول لك على معلومه، عشان انا دايما لما بعرف معلومه احب اقولها لك. لما واو ده اتهرى، بصي من تحت كده ده اتهرى، بصي تبارك الله. ده بصي بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ده ديك كده افتكرته اتهرى يعني حريه كمان. بصي لما تيجي تحطي الصينيه تحتيها يبقى حطي فيها ليمونه علشان ما تسودش. دي للمعلومه. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده ونجيب الحاجة دي ايه بقى، نجيب بقى ايه كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واو بسم الله ما شاء الله. انا محتاجة اشوف سواه. لا ده دايب دوب اهو تبارك الله. يلا بقى لايك وشير وفعل الجرس واشتركي في القناة. وحد الله. وادي ايه اكلتنا الجميلة، عاملين جنبها طبيخ حلو وحبة رز حلوين. ولايك وشير وفعلي الجرس بقى واشتركي في القناة. تقدري كده تحطي فحمة وتدخليها في الفرن تكتميها برضو، تحطي عليه فحمة يطلع مشوي وطعمه مشوي. اهي لو فاتحه الخرم من جنب واحد زي ما وريتك هيطلع متحمر وجاهز على الغرف زي ما انتي شايفه كده. لايك وشير وفعل الجرس واشتركي في القناه.
والبطه دي هديه مني ليكي. وتعالي شوفي الحشوه الحلوه اللي احنا عاملينها. البرتقال دايب دوب 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 كده. الله اكبر. تسلم ايديا، تسلم ايديا، ربنا يحسن ما بين ايديكوا دايما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.